أهلا بيكم يا جماعة في شرح جديد للألماني. النهاردة هنتكلم في واحدة من أكتر الحاجات اللي بتلخبط أي حد لسه بيبدأ يتعلم ألماني، وهي نهايات الصفات. عارف إن الموضوع ممكن يبان رخم ومعقد، بس أوعدكم النهاردة هنبسطه على الآخر. يلا بينا ندخل في الموضوع على طول ونفك اللغز ده سوا. خلينا نبدأ بأهم السؤال اللي أكيد كلنا سألناه لنفسنا. ليه لما بنستعمل أداة النكرة أين بيبقى صعب جدا شبه مستحيل نعرف الاسم اللي بعدها ده مذكر ولا محايد؟ دي مشكلة كلنا بنقع فيها. هي المشكلة كلها إن أداة النكرة ein بتيجي بنفس الشكل بالظبط مع الاسم المذكر اللي أداته der والاسم المحايد اللي أداته das. مفيش أي علامة أو إشارة فرق بينهم، وده طبعاً بيعمل لخبطة فظيعة. بس ما تقلقوش خالص، اللغة الألمانية ذكية وعاملة حسابها. في حل سري للمشكلة دي. البطل بتاعنا النهاردة هو نهاية الصفة. هي دي اللي هتنقذ الموقف وهتحل اللغز وتكشف لنا نوع الاسم الحقيقي. الحل ده ليه اسم كده بنسميه حرف الدلالة أو السيجنال letter. ببساطة شديدة ده الحرف اللي الصفة بتلبسه في آخرها عشان تدينا الإشارة أو المعلومة اللي الأداة ein خبتها علينا. يعني الصفة هنا بتتدخل وتقول لنا ما تشغلوش بالكم، أنا هقول لكم كل حاجة. تمام قوي، كلام نظري جميل. تعالوا بقى نشوف إزاي الموضوع ده بيطبق عملي. هنبدأ بأول مجموعة وهي حالة الرفع أو النوميناتيف، وهنركز على الأسماء المحايدة والمذكرة. بصوا معايا كده على سلايدي. في حالة الأسماء المحايدة زي das Haus، شايفين أداة التعريف das هي نفسها فيها حرف الدلالة اللي هو الS، عشان كده الصفة كل اللي بتحتاجه هو إيه بسيطة. لكن لما بنستخدم ein حرف الS ده اختفى، صح؟ فهنا الصفة هي اللي لازم تاخده وبنضيف لها es. فبدل ما نقول ein großes Haus بنقول ein großes Haus، كأن حرف الS نط من الأداة راح للصفة. ونفس المنطق بالظبط، نفس الفكرة بالملي بتنطبق على الأسماء المذكرة في حالة الرفع. مع أداة التعريف der حرف الدلالة موجود وواضح، فالصفة بتاخد وخلاص. لكن مع ein مفيش فالصفة بتشيل المسؤولية وبتاخد النهاية فبتبقى ein großer Hund. الموضوع كله إن الصفة بتكمل المعلومة اللي ناقصة من الأداة. بسيطة اهي. عظيم جدا، يا رب تكون وضحت. خلينا بقى ننتقل للمجموعة التانية من القواعد. دلوقتي هنركز على الأسماء المؤنثة وكمان الأسماء المذكرة، بس في حالة النصب أو الأكوزاتيف. وهنا بقى الأخبار الحلوة بجد. الحالة المؤنثة دي أسهل حاجة في الدرس كله، مريحة جدا. ليه بقى؟ لأن أداة النكرة بتاعتها أين فيها أصلا حرف الإي في آخرها اللي بيقول لنا إن الكلمة دي مؤنثة، يعني المعلومة كاملة من الأول. عشان كده الصفة كل اللي محتاجاه هو نهاية إي بسيطة، مفيش أي تعقيدات خالص. شوف الأمثلة دي كده، سواء كنا في حالة الرفع النوميناتيف أو في حالة النصب الأكوزاتيف، مش فارقة. طالما الاسم مؤنث الصفة دايماً هتاخد النهاية إي. الموضوع بسيط ومباشر. eine neue Kollegin، النهاية دايماً إي. احفظوها كده. ودلوقتي نيجي لأسهل قاعدة في الدرس كله، القاعدة الذهبية. ودي لو فهمتوها هتحللكم مشاكل كتير قوي. مع الأسماء المذكرة في حالة النصب الأكوزاتيف الصفة دايماً وأبداً بتنتهي ب N من غير ما تفكر. قاعدة ثابتة. بصوا كده، مش فارق خالص استخدمنا أداة التعريف دين أو أداة النكرة einen، في كل الأحوال الصفة بتاخد النهاية N. القاعدة دي ما فيهاش أي استثناءات، وده بيخليها سهلة جدا في الحفظ والتطبيق. أول ما تشوف اسم مذكر في الأكوزاتيف حط للصفة N وانت مغمض. طيب كده احنا شرحنا كل الحالات. دلوقتي يجي الوقت نجمع كل اللي اتعلمناه ده في جدول واحد بسيط عشان الصورة كلها تبقى واضحة قدامنا. خلينا نلخص الحكاية دي كلها. تمام، هو ده الملخص الكامل، خلينا نمشي عليه واحدة واحدة. في حالة الرفع النوميناتيف المذكر بياخد فاكرين ein großer Hund؟ المؤنث بياخد زي eine neue Kollegin، والمحايد بياخد زي ein großes Haus. طيب وفي حالة النصب الأكوزاتيف المذكر زي ما قلنا دايما بياخد N زي einen schnellen Computer، والمؤنث والمحايد بيفضلوا زي ما هم بالظبط، ما بيتغيروش. الجدول ده يا جماعة هو الخلاصة كلها، ممكن تاخدوا له سكرين شوت عشان يفضل معاكم على طول. وبكده نكون وصلنا لآخر الشرح بتاعنا. خلينا بس نلخص أهم نقطة ونركز عليها قبل ما نخلص. الزتونة أو النقطة الحاسمة في الموضوع كله هي دي: الصفة هي اللي بتدينا الإشارة بتاعة نوع الاسم، لما أداة النكرة ein ما بتكونش قادرة تدينا المعلومة دي لوحدها.
افتكروا دايما إن الصفة هي البطل اللي بينقذنا من الحيرة. يا رب يكون الشرح ده كان مفيد وبسط لكم المعلومة. لو حسيتوا إن الشرح فرق معاكم ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد. ويا ريت تقولوا لنا في التعليقات إيه أكتر قاعدة في الألماني بتلخبطكم عشان ممكن نعمل عنها شرح المرة الجاية. شكرا جدا لمتابعتكم وأشوفكم في شرح جديد. سلام.